طيب خلينا ناخد بقى من الهاشتاج بتاعنا، لانه الهاشتاج بتاعنا فيه ناس كتير بعتلنا، هنقرا منه حالا بالا. حبايبك كتير، حبايبك كتير. طيب محمد رمضان، هتجيبوا لنا من عندي ولا اقرا من عندي؟ يلا بينا. محمد رمضان: مساء الخير يا كابتن، بشكر حضرتك على اللقاء المهم ده مع واحد من ابناء النادي، وبقول له من خلالك سيبك من اي انتقاد وكمل، احنا في ظهرك وانت كابتن من كباتن النادي. اهلاوي افتخر، سلامي للمحترم تريزيجيه، سلامي لابن النادي بجد، ومتشكر على السهره الحلوه. تسلم يا يوسف. بص النبي، مين اللي بيتصل؟ مين اللي بيتصل؟ انا بشكر الراجل الجميل عم حسن. عم حسن، بشكره جدا، ربنا يبارك لك يا رب. والله ارد عليك على الهوا، والله ارد على الهوا. طب يلا انت اللي عايز بقى. مين؟ الحاج مجدي قفشه. ما بيظهرش ده يا قفشه، ما بيظهرش ده. انت بقيت على الهوا يا قفشه. انت واخد بالك ولا ايه؟ مساء الجمال، فخد بالك احنا على الهوا. ها ما تقلقش، مش شارب قهوه انا. والله انت مالك حل. طب عايز تقول ايه لتريزيجيه؟ يلا طالما انا فتحت عليك. لا ده اخويا، ده ابو الاحترام كله والرجوله حبيبي يا قفشه، حبيبي يا قفشه، وحشني والله. ونجم كبير والله يا حوده. ترجع بالسلامه يا حبيبي، انت كمان وحشني. الله يسلمك. والله 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 يا قفشه انت عسل وحياة ربنا، والله العظيم. حبيبي والله، اول ما شفته معاك قعدت وقلت لازم اكلمك، فعملتها كده على الهوا على طول. لا بص، تريزيجيه اعمل اي حاجه عشانه والله. والله العظيم انت مجدع، والله العظيم يا قفشه. ربنا يخليك. والله عيب. ما نتحرمش منك. تحب نعزم عليه بسكالانس؟ مش عايز يجرب السكالانس بتاعنا؟ لا مش هيرضى ده. هات له جرانولا، هات له شوفان. يا ابني احنا على الهوا. يا عم على الهوا، ايه المشكله؟ حد غريب؟ محدش غريب. قفشه لو انت على القهوه النهارده تاكل ايه؟ انا ماليش، انا زيه، ما انا باكلش برضه. والله انا هشرب لا قهوه لا، بتاعتي. ظابط هو كمان. ظابط هو كمان؟ ظابط. والله. وشريف ظابط ولا شريف مقضيها؟ شريف عسكري. اقفل قفشه، اقفل قفشه، اقفل. مهندس يا قفشه، مهندس. مساء الجمال يا قفشه، ما نتحرمش منك. حلقه ممتعه حبيبي، وسلم لي على تريزي وانا قاعد بتفرج عليكم اهو. ما نتحرمش منك يا قفشه. تسلم يا حبيبي الكل، تسلم حبيبي اخويا، حبيبي. تسلم والله انت مالك حل. حبيبي اخويا. وغالبا لسه فاكرنا في الفاصل ضايع علينا اللي احنا موجودين. طيب خليني اسالك سؤال. يعني بفتكر كويس من 9 سنين لما كنا بنتكلم مع بعض وجت سيره والدتك الله يرحمها ويحسن اليها. وقتها كانت عايشه. قلت لها انا هعمل لك كل اللي نفسك فيه. الله يرحمها. كان طبعا هي بعد ربنا وليها الفضل عليا اللي انا وصلت له دلوقتي. وطبعا ربنا يرحمها يا رب. وكان نفسي تكون معايا، لان كان نفسها في يوم من الايام ان ارجع النادي الاهلي وتعيش معايا، بس يعني للاسف ما لحقتش. كان نفسي يوم واحد بس الحق اقعد معاها، بس ما يلا الحمد لله. ربنا يرحمها ربنا ويغفر لها. يرحمها ويغفر لها. كانت نفسها تشوفك لما ترجع النادي الاهلي تاني؟ طبعا. كانت بتحب الاهلي؟ بتحبني جدا، بتحب النادي الاهلي جدا، وكانت زعلانه جدا من اول ما انا مشيت، من اول مره خالص. والله؟ والله. ونفسيتها تعبت جدا، بس كانت طلع امي دي طموحاتي، وكان نفسي اعمل حاجه ونفسي احترف وهرجع تاني. بس يعني كان نفسي تكون موجوده وتشوفني دلوقتي وانا في النادي الاهلي، كانت تعيش معايا تاني. بس الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها. دلعتها تريزيجيه، عملت لها كل اللي نفسها فيه، انبسطتها. حسيت ان انت يعني مبسوط او راضي عن نفسك تجاهها؟ اصل احنا دايما بيفضل عندنا حته كده اللي هو انا لو بايدي اكتر كنت عملت اكتر. كان نفسي اكتر، كان نفسي اعمل اكتر بكتير من اللي انا عملته، لان كان نفسي بس اقعد معاها شويه. ما لحقتش اقعد معاها لان من وانا صغير وانا في النادي الاهلي وانا عندي 9 سنين عايش في الاستراحه بتاعه النادي لحد 18 سنه في الاستراحه. وبعد كده قعدت في شقه لوحدي، بعد كده جت قعدت معايا فترات طويله. ما لحقتش اقضي وقت مع امي خالص. حتى والدي الله يرحمه توفى وانا صغير جدا، عندي 12 سنه. بس اخواتي الكبار احمد ومحمد وعتاب وهبه هم اللي كانوا مسؤولين عني. اتجوزوا كلهم؟ كلهم متجوزين كلهم يعني كلهم الحمد لله قدروا يوفروا لي ان انا ما احتاجش حاجه خالص.
بس انا فعلا والدي سابني وانا صغير جدا، كان نفسي يكون معايا ويشوفني في الوضع اللي انا فيه دلوقتي. ووالدتي كانت قعدت معايا شويه في القاهره قبل ما احترف. ودي من الحاجات اللي يعني كانت تعباني في الاحتراف، ان انا كانت امي معايا على طول وهي كمان اتاثرت. بعد فتره غياب طويله خلاص كنت انا خلصت في النادي، وقلت لها يا امي خلاص انا راجع وهنعيش مع بعض تاني وكده. بس للاسف ما لحقتش حتى اخد عزاها، كان عندي يعني كانت تعبانه ورحت لها وطمنت عليها وسافرت. اول ما وصلت بالطياره قالوا لي خلاص مامتك في يعني بذمه الله ورايحين ندفنها، حتى ما لحقتش اروح اوديها يعني. الحمد لله، ربنا رب يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب. يا رب اللهم امين. طيب بتقولوا ايه يا شباب؟ بتقولوا ايه؟ طيب خليني اسالك بقى في جزئيه ليها علاقه بالرجوع. خلاص انت اتفقت مع النادي الاهلي واتفقت مع الكابتن محمود الخطيب انه قلت للناس في طرابزون هبطل كوره لو ما رجعتش، وبالتالي كان رجوعك للنادي الاهلي. قول لي اول لحظه رجليك فيها بتخش النادي الاهلي تاني لاعبا بعد ما انت مسكت النادي الاهلي خلال الفتره دي، كان احساسك عامل ازاي؟ مشاعرك كانت عامله ازاي؟ انا مشاعري كانت كذا مره يعني. وقت ما خلاص بقيت رسمي في النادي الاهلي قبل ما حد يعرف خالص. يعني كان الموضوع كان بين انا وكابتن محمود الخطيب ووكيلي والدكتور عبد الله شحاته اللي هو المحامي. كابتن محمد رمضان طبعا كان معانا. ما كانش في حد يعرف حاجه خالص. ده ابتدى امتى الكلام؟ لا الكلام ابتدى في شهر 11. شهر 11؟ شهر 11 11 25 11 24 كنت 11 24 كنت انا لسه رايح الريان وكده بشهر ونص. ازاي 11 25 اذا كان احنا في 11 25 اللي هو لا ايوه انا بقول انا مستغرب لي انا 11 24 بالظبط. كان الموضوع خد شوط كبير لان كان طرابزون كان الموضوع صعب جدا، لان هم كانوا مستنيين خلاص الضربه اللي هم كانوا هياخدوا فيها فعلا فلوس كتير جدا، لان كان جاي لهم عرض كبير ضخم جدا. وانا كان بالنسبه لي عرض ضخم، بس انا كان خلاص كابتن خطيب لما كلمني يا تريزيجيه خلاص ده الوقت، انا خلاص ما قلت له يا كابتن خلاص انا هسيب كل اللي ورايا واللي قدامي وهاجي خلاص وهنخش الحرب مع بعض. كانت حرب فعلا. كان حرب والله العظيم. كابتن الخطيب كان بيكلمني الساعه 4 الفجر و5 الفجر، ما كانش بينام. التوقيع بقى تم ازاي؟ وكان احساسك الانطباع بقى خلاص احنا خلصنا الحرب، حاربنا سوا؟ خلصنا الحرب مع طرابزون وكده وكل حاجه. وكابتن اول ما مضيت خلاص انا فعلا اول ما نزلت بالطياره في يناير، نزلت بالطياره كنت جاي اجازه، نزلت بالطياره انا قعدت اعيط. قلت انا يعني حسيت بالاحساس اول ما احترفت. قعدت تعيط؟ كان بجد؟ والله اللي هو كان احساس ان انا بجد انا ما خلصت وراجع فعلا. خلاص انا خلاص راجع والوقت ده والحمد لله هرجع في وقت اقدر ادي للنادي فيه. دي كان حلمي ان انا ارجع في الوقت ده او قبل كده. لو كنت اعرف اجي والله لو كنت هاجي، بس للاسف كان المبالغ اللي كانوا بيطلبوها الفرق اللي انا بلعب فيها كانت كبيره جدا. بس الحمد لله انا هنا. بس فعلا الكابتن الخطيب فعلا الراجل ده والله ما بينامش. يعني هو قاعد طول الوقت يعني شغله الشاغل الفرقه والناس والجمهور وبتاع. يعني اللي انا شفته معاه في التفاوض وهو بنخلص مع طرابزون وكده والله فعلا يعني ربنا يديله الصحه يا رب كده. مونديال الانديه، الاهلي في كاس العالم للانديه، وقول لي تقييمك للتجربه.